احلى واطعم طاجن مكرونه بالفراخ، يلا بينا نعمله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه جديده سهله جدا وبسيطه، طاجن مكرونه بالفراخ في الفرن. يلا نشوف المقادير. انا عندي هنا عصير طماطم عباره عن شفشق الا ربع طماطم وعليه كوبايتين ونص ميه. عندي هنا كيس مكرونه، عندي هنا نص كيلو فراخ، هنا التوابل بتاعتنا، عندي جبنه رومي، عندي توم مهروس، هنا ميه بصل، دي عباره عن بصلايه واحده بس. اول حاجه هنعملها نبدا نحط التوابل على البصل، نقلبهم مع بعض كويس جدا كده. خلاص قلبناهم كويس مع بعض، او نحطهم بقى على الفراخ. دي كده التتبيله بتاعه الفراخ بتاعتنا. طبعا تقدروا ان انتوا تتبلوها قبل ما تعملوا الطاجن في التلاجة، مثلا تحطوها ساعتين عادي جدا، ساعه عادي. مثلا مستعجله وعايزه تعمليها على طول مفيش مشكله خالص. كده خلاص خلصنا. يلا بقى نبدا نحطها كده على البوتاجاز. جبت هنا معايا صينيه فيها زيت وفيها زبده. دلوقتي بقى الزبده ساحت، نبدا نحط الفراخ. هنفضل نقلب فيها كويس لحد ما لونها بس يتغير. كده لونها اتغير معانا. نبدا بقى نحط الثوم ونقلب. هنقلب بس الثوم لحد ما ريحته كده تفوح معانا وخلاص. تمام كده بقى نبدا نحط عصير الطماطم. كده هنسيب الطماطم لحد ما تغلي معانا، وبعدين نبدا نحط الخل بتاعنا. كده غليت معانا، نبدا بقى نحط معلقتين خل كبار ونقلبها كويس. نبدا بقى نحط المكرونه بتاعتنا. نقلب كويس. كده خلاص خلصناها. نغطيها بقى بورق فويل وندخلها الفرن، وبعدين نطلعها. هي بتاخد في الفرن بالظبط ساعه الا تلت بالظبط، يعني مش بتتاخر عن كده خالص. وبعدين هنطلعها من الفرن، نحط على وشها الجبنه، بعدين ندخلها شوايه يدوب دقيقتين، من دقيقتين ل5 دقايق كده، وبعد كده تبقى خلاص خلصت خالص. كده هنحط الفويل بتاعنا بقى نغطيها كويس. كده ندخلها بقى الفرن. كده خلاص خرجتها من الفرن. يلا بقى نشوفها. نحط عليها بقى الجبنه الرومي، وبعدين ندخلها الفرن تاني 5 دقايق. طبعا الجبنه الرومي دي حسب الرغبه، يعني لو في ناس مش عايزه تعملها بالجبنه الرومي خلاص عادي جدا. خلاص نغطيها بقى بالفويل وندخلها الفرن 5 دقايق. كده خلاص خرجتها من الفرن. يلا بقى نشوفها بعد ما الجبنه الرومي ساحت. تحفه يا جماعه. وكمان بيتقدم معاها الدقه اللي هي بتبقى موجوده في محلات الكشري. تمام يلا بينا كده نجرب. مش عايزه اقول لكم الريحه تجنن تجنن، خطيره. تحفه.
المكرونه السوا بتاعها ممتاز، هي الوقت بتاعها هو 40 دقيقه، مش بتاخد اكتر من كده خالص ولا اقل من كده. خطيره.